بيبدأ الفيلم مع ضابط العمليات الخاصة جون، واللي كان قاعد وحالته النفسية سيئة جدا لأنه فقد زمايله في الحرب، لدرجة إنه كان بيفكر في الانتحار عن طريق لعبة الروليت الروسي بالرصاص الحي. لكن حظه بيطلع الزناد على المكان الفاضي لأن يوم موته لسه ما جاش، وبيروح بعدها للسوبر ماركت، وهناك بيظهر مجموعة مسلحة وبيهجموا على المكان وبيسرقوا الفلوس من المحل. وجون بيكون واقف ومش مهتم، وواحد منهم بيهدده بالسلاح، لكن جون بيكون عايز يموت أساسا، فبيقول له يضرب على راسه عشان يموت على طول. واللص بيخاف يضربه بالرصاص، فبياخد جون منه البندقية وبيضربه بيها، والتاني بيهجم عليه بسكينة، فجون بيقدر ياخدها منه وبيكتفه. وساعتها بيفتكر مشاهد الموت اللي كان بيمر بيها أيام الحرب، فبيضرب المسلح وبيوقعه وبياخد الفلوس وبيرجعها للموظف، ومش بيحاسب على الإزازة وبيمشي. ولما بيرجع البيت بتكون حالته النفسية سيئة جدا، وبيفضل يتمرن بالساعات وبيضرب في الحيطة لحد ما بيكسرها. وتاني يوم سيندي أخته بتزوره وبتقوله إنها بتتصل بيه كتير لكنه مش بيرد، فبيعتذر لها جون وبياخدها وبيخرجوا للمطعم عشان يتعشوا سوا. وبتعرف سيندي إن جون بطل ياخد أدوية الاكتئاب بتاعته، وإنه مبدل حبوب الدواء بحلويات عشان يضحك عليها وما تزعلش منه. وبتقول له سيندي إنها هتسافر تاني للبرازيل عشان شغالة في منظمة مساعدات إنسانية ضد الفقر. وتاني يوم بتودع جون وهو نايم وبتسافر على ريو دي جانيرو. وهناك في البرازيل بيكون فيه 2 ضباط بيمروا في الأحياء الفقيرة، وبنت صغيرة بتبلغ الشرطية كاترينا إنهم لقوا جثة بنت على شاطئ البحر. وكاترينا بتجري على مكان الحادث وبتشوف سيندي أخت جون، واللي بتكون مضروبة ومرمية على الصخور وعلى وشك إنها تموت، فبيطلبوا الإسعاف بسرعة وبياخدوها على المستشفى. وفي السفارة الأمريكية في البرازيل بيدخل 2 ضباط اسمهم تياجو وكارلو، وبيبلغوا السفير الأمريكي اللي اسمه ماني باللي حصل لسيندي، فبيتصل على طول على جون أخوها وبيبلغه، وبيطلب منه يجي عشان ينضم لفريق التحقيق في موت أخته. وجون أول ما يعرف بيسافر على البرازيل فورا. وكاترينا بتكون بتحقق في نفس القضية مع تياجو وكارلو، لكن تياجو بيتريق عليها عشان بتوزع مشروبات على رجالة العصابات اللي في الشارع عشان تكسبهم في صفها. وتياجو بيكون مسكهم متلبسين وهم بيتاجروا بالسلاح، والعصابات بيحاصروا الشرطة بالسلاح. فبيطلب تياجو من الزعيم بتاعهم انه يخلي افضل مقاتل عنده يقاتل افضل شرطي من عندهم، وبيوعدوا انه لو خسر مش هيجي المكان ده تاني وهيسيبهم براحتهم، لكن لو الشرطي فاز هيحقق معاهم زي ما هو عايز. والزعيم بتاعهم بيوافق وبيبعت مقاتل من عنده عشان يقاتل الشرطي كارلو اللي مع تياجو. وبيبدأ القتال ما بينهم هما الاتنين، وكارلو بيبقى محترف جدا ومستواه عالي في القتال، وبيقدر انه يضرب فرد العصابة ويتغلب عليه. وتيجو بعدها بيقول لهم انه هيحقق مع اي حد هو عايزه وفي الوقت اللي هو يحبه. وبيوصل جون للبرازيل، والسفير الامريكي ماني بيستقبله لانهم اصحاب من زمان وبيعرفوا بعض كويس. وماني بياخد جون وبيروحوا المستشفى اللي فيها سيندي، واللي بيكون في غيبوبة وحالتها حرجة جدا. وجون بيقابل الضابط تياجو اللي بيحقق في القضية، وبيسأله لو يعرف حد ممكن يعمل كده في أخته، على الرغم إنها كانت بتساعد ناس فقراء كتير. وبيصر جون إنه يروح ويعين المكان اللي لقوا سيندي فيه مضروبة، وتياجو بياخده معاه وبيروحوا بالعربية هناك. وبيلاحظ جون إن الحي كله بنات صغيرة وشغالين في أعمال غير شرعية. وبينزلوا بعدها في الشارع، وتيجو بيعرفوا على الشرطية كاترينا. وجون بيسمع صوت الرصاص فبيسحب مسدس كاترينا بسرعة، لكنه بيكتشف إنه كان صوت شكمان العربية اللي ماشية جنبهم. وعصابات الحي لما بيشوفوه شايل سلاحه بيوجهوا أسلحتهم عليه من على أسطح المباني، لكن تيجو بيقدر إنه يهديهم ويخليهم ينزلوا أسلحتهم. وجون بيعتذر لهم بعدها وبيرجع السلاح لكاترينا. وكاترينا بعدها بتوري المكان لجون اللي لقوا فيه سيندي. وجون بيبقى عارف إن لا يمكن حد يقول له على اللي شافه من اللي موجودين، لأن الشوارع كلها بيديرها مجموعة من العصابات. فبيمشي هو وكاترينا من المكان عشان يرجع لأخته في المستشفى. ولما بيروح المستشفى بيلاقي ممرضة آسيوية بتحقن حاجة في المحلول بتاعت سيندي. وبعد ما بتسيب جون وتخرج، جون بيلاحظ ان سيندي بدأ يظهر عليها تشنجات غريبة، فبيخرج بسرعة عشان ينادي على الممرضة اللي لسه خارجة، لكنه بيكتشف انها واحدة تانية غير اللي كانت في الأوضة. والدكاترة بيتجمعوا في الأوضة وبيكتشفوا ان سيندي اتحنقت بمادة سببت لها هبوط، وبيكونوا ما يعرفوش الممرضة اللي قال لهم عليها جون. وماني بيوصل المستشفى مع تياجو وبيقول لجون ان مفيش ولا ممرضة آسيوية بتشتغل في المستشفى دي. وتياجو بيقول لهم انهم هيحطوا حراسة على سيندي. وتاني يوم بيرجع جون لمكان الحادث، وبيكون في مجموعة شباب واقفين هناك، وواحد فيهم اسمه كوكا واللي لابس سلسلة، واللي اول ما يشوف جون رايح عليهم بيهرب بسرعة. وجون بيوقفه وبيوري له صورة سيندي وبيسأله لو كان شافها قبل كده، وبيقول له ان السلسلة اللي معاه دي تبقى بتاعتها. لكن كوكا بيرفض انه يتكلم مع جون، فجون بيضربه. وساعتها اصحابه بيتدخلوا وبيهجموا على جون اللي بيضربهم كلهم واحد واحد بكل سهوله، وبيضرب كوكا هو كمان، وبيحاول يهدده عشان يعرف منه جاب السلسله دي منين. لكن كاترينا بتوصل وبتطلب منه ينزل السلاح. وجون بيعرف بعدها ان سيندي هي اللي اديته السلسله بنفسها، وان اخته هي كمان مفقوده واللي كانت بتساعد سيندي وكانت صاحبتها. فجون بيعتذر لكوكا عشان ضربه، وكوكا بيقول له انه عايز يوري له حاجه. وبيروحوا البيت ومعاهم كاترينا، وبيجيب له كوكا دفتر مذكرات سيندي واللي قدر ياخده منها قبل ما يلاقوها. وجون بيشكره وبيقول له انه ممكن يحتفظ بالسلسله.
وكاترينا بتقول له بعدها انهم لاحظوا اختفاء بنات كتير من الحي الفتره اللي فاتت، وبيتحركوا بعدها بالعربيه بعد ما يطمنوا ان محدش زرع لهم قنبله، والبنت اللي حقنت اخته واللي كانت عامله ممرضه كانت بتراقبهم. وبنشوف تيجو وكارلو واللي بيضربوا راجل غني في الشارع واللي كان بيحاول ياخد بنت صغيره معاه في العربيه. وجون بيكون قاعد وهو بيراجع دفتر يوميات سيندي، وبيلاحظ ان في ورقه مقطوعه من الدفتر، لكن سيندي بتكون سايبه ورق الكربون في الدفتر. فجون بيمسح بالكربون على الصفحه الفاضيه اللي تحت الورقه المقطوعه، فبتظهر اثار كتابه سيندي وبيكون رقم تليفون. فبيتصل جون بالرقم وبيرد عليه واحد صاحب استوديو تصوير كان على ميعاد مع سيندي قبل الحادثه، وجون بيروح يقابله وبيعرف منه ان سيندي اجرته عشان يصورها، وهي بتقابل راجل معين، وده لانها اكتشفت ان الراجل ده ليه علاقه باختفاء البنات من الحي. وجون بيطلب منه نسخه من الصور، لكن الراجل بيرفض وبيقول له ان الصور دي ضمان ليه عشان محدش يأذيه، وبيحط ايده على جيبه وهو بيتكلم. فجون بيعرف ان الصور في جيبه، فبيشكره انه ساعد اخته وبيسرق منه الفلاشه اللي عليها الصور. وبعدها المصور بيركب عربيته وبتنفجر بيه، وجون بيشوف نفس البنت الاسيويه في مكان الانفجار وبيفهم ان هي اللي قتلت المصور، وبيفضل يجري وراها لحد ما بتركب عربيه مع ناس تانية وبتهرب منه. وبتيجي عربيه تانية فيها ناس مسلحين وبيفضلوا يضربوا نار على جون اللي بياخد مسدس من حارس اتقتل وبيضرب عليهم النار وبيصيب كذا واحد فيهم. فبياخدوا عربيتهم وبيهربوا من المكان، وبيروح بعدها الماني في السفاره وبيراجعوا الصور اللي على الفلاشه اللي فيها الراجل اللي كانت سيندي قابلته، وبيلاحظ انعكاس اسم مالها ليلي على العربيه اللي كانت جنبهم. فبيروح جون هو وماني عشان يدوروا على الراجل اللي كان مع سيندي في الصور، وجون بيلاقيه فعلا هناك وبينزل من على المسرح ومعاه شنطه وبيروح على الحمام، وجون بيروح وراه لكن بيمنعوا الامن من الدخول. فجون بيضربه بكل سهوله وبيدخل الحمام بعدها، وبيقابل الراجل اللي كان في الصور واللي كان اسمه ليما، وبيساله يعرف سيندي منين، وليما بيرفض انه يرد عليه، لكن جون بيضربه وبيغرقه في الحمام لحد ما قال له ان في راجل هو اللي بلغ سيندي انه شغال في التهريب. فسيندي راحت له عشان تقابله، لكنها ما كانتش تعرف ان في واحد من اهم عملائه بيراقبهم، وان هو اللي ضرب سيندي وكان هيموتها. وجون بيعرف منه مكان العميل ده وبيقول له لو كذب عليه هيرجع له ويموته. وبيكون تيجو مع الضباط بتوعه وبيقول لهم ان هم هيعملوا حمله تفتيش عشان يصفوا تجار المخدرات والعصابات، وبيوزع لهم صور افراد العصابات وبيتحركوا كلهم. وفي نفس الوقت جون بيروح مع ماني للمكان اللي ليما قال لهم عليه عشان ينتقم لاخته، وبيكون تيجو ورجالته بيعملوا المداهمه على تجار المخدرات وبيخلصوا عليهم. وجون بيوصل للقصر بتاع الراجل اللي كان عايز يموت سيندي، واول ما يدخل في واحده هناك بتقابله وبيبلغوا بعدها البنت الاسيويه اللي كانت هناك، وبتشوف جون هناك وبتتعرف عليه، وبتقول للرجاله بتاعتها انها مش عايزه تعمل قلق للزعيم بتاعهم واللي اسمه هيرموتو، وبتطلب منهم انهم يخلصوا على جون من غير ما حد ياخد باله. وفي نفس الوقت تيجو بيكون مع رجالته ولسه بيخلصوا على رجاله العصابات، وواحد من رجاله هيرموتو بياخد جون بعيد عن الناس، وجون بيشوف رجاله تانيين بينقلوا البنات اللي خاطفينهم بالعربيه، وبيشوف من ضمن البنات دي ماريا اخت كوكا اللي كانت بتساعد سيندي في شغلها. وبيجي واحد من وراه وبيكون عايز يخنقه، وجون بيقدر انه يضربه ويخلص عليه، وبيتسحب بعدها لحد ما بيدخل المكان اللي بيخبوا فيه البنات وبيستخبى. واثناء المداهمه اللي كان بيقوم بيها تيجو ورجالته بيشوفوا عصابه بعربيه وبيكونوا بيخطفوا البنات الصغيره، فبيهجم عليهم وبيقدر انه يقتل واحد منهم وبيقبض على التاني، وبيطلب من تيجو انه يروح له. وفعلا بيوصل له تيجو وكارلو وبيشوفوه هو قابض على فرد العصابه، وبياخد مسدس الراجل اللي مات من على الارض وبيصوبه على فرد العصابه، لكن فجاه بيضرب الشرطي زميله وبيرجع المسدس للراجل من تاني، وبيقول له كده المبلغ بتاعه هيتضاعف لانه بيحميهم. وبعدها بيكلم البنت الاسيويه وبيقول لها انه ضرب سيندي اخت جون حسب الاتفاق، وهي بتقول له انه هيلاقي الفلوس اللي اتفقوا عليها في المينا. وبيكون تيجو هو الخاين اللي عايز يقتل سيندي بالاتفاق مع العصابات اليابانيه، وكارلو هو كمان شريكه. وبنرجع لقصر زعيم العصابه هيرموتو واللي بيهرب البنات لليابان، والبنت اليابانيه بتعرف ان جون موجود في القصر ومعاه كشوفات التهريب المزوره بتاعه البنات، وهيرموتو بيأمرها انها تخبي كل البنات اللي موجوده في القصر وتمشي الضيوف، وبيقول لها كمان تروح المستشفى تاني عشان تخلص على سيندي. وبيكلم بعدها تيجو وبيقول له انه لازم يخلص على جون في اقرب فرصه، واللي بيكون قابض على المهرب ليما اللي جون خاب منه كشوفات التهريب، وبيخلص عليه بالسيف عشان سرب الكشوفات لجون، واللي بيكون لسه موجود في القصر وبيقابل مجموعه تانية من العصابه وبيشتبك معاهم وبيقدر انه يخلص على عدد كبير منهم. لكن الشرطي تيجو بيطلب من باقي رجالته انهم يروحوا على القصر فورا عشان يقبضوا على جون. وبعد ما جون بيكون خلص على اغلب رجاله هيرموتو، تيجو بيوصل للمكان وبيطلب منه انه يسلم نفسه، وكاترينا هي كمان بتكون وصلت هناك. وجون بيقول لهم انه صاحب القصر ده هو اللي كان عايز يقتل سيندي، وبيقول لهم انه شافهم وهما بيدخلوا البنات اللي بيخطفوهم جوه القصر وبياخدهم عشان يوريهم البنات، لكن هيرموتو بيكون هرب كل البنات، وبيقول له ان هو معاه الدليل ان صاحب القصر ده بيتاجر في البنات وبيهربهم بره البلد، وبيوري له كشوفات الشحن المزوره اللي معاه. وتيجو بيشكره وبياخد منه الكشوفات وبيقول له ان هو هيتحرى عن الموضوع بنفسه، وبيقول لكاترينا تاخد جون بعيد عن القصر. ولما جون بيخرج بيكتشف ان تيجو خاين، وده لانه لما طلب منه الشنطه قال له يديله شنطه ليما المهرب، مع ان جون ما قالوش ان دي شنطه مين. فجون بيقول لكاترينا تروح للمستشفى عشان تامن سيندي،
والبنت اليابانيه بتكون راحت لسيندي فعلا عشان تخلص عليها، لكن كاترينا بتوصل لها في الوقت المناسب وبتقتلها قبل ما تقتل سيندي. وتيجو بياخد عربيته وبيمشي من القصر وبيروح للمينا عشان ياخد فلوسه من هيرموتو، وما كانش عارف ان جون مستخبي في شنطه عربيته. وبيخرج بعدها وبيشوفهم وهم بيشحنوا الاطفال في الحاويه عشان يسفروهم لليابان ويبيعوهم هناك. وجون بيتصل بماني وبيعرفوا مكانه عشان يبعت له المساعده، وبيعرفوا ان تيجو بيشتغل لحساب هيرموتو، وبيبدا يتحرك وبيشتبك مع رجاله هيرموتو وبيضرب عليهم النار. وهيرموتو بيعرف ان جون لسه موجود وبيأمر كل رجالته انهم يخلصوا عليه، لكن جون بيقدر انه يضربهم وبيخلص على عدد كبير منهم. وبعدها بيتعارك مع تيجو وكارلو وبيضربهم، وبيدخل معاهم كمان هيرموتو، وبيبقى كلهم على جون. وهيرموتو عايز يقتل جون بالسيف بتاعه، لكن جون بيقدر ان هو يدافع عن نفسه وبيضربهم، وبيبان ان مهارته اعلى منهم كلهم. وبيقدر انه يصيب كارلو في رجله وبيوقعه، وبيمسك تيجو وبيفضل يضرب فيه، وبياخد السلسله اللي في رقبته وبيغرزها في صدره. وبيفضل بس هيرموتو واللي بيمسك سيفه، وجون بيمسك ماسورتين حديد، وبيبدا بينهم القتال وكل واحد بيبقى عايز يخلص على التاني. وهيرموتو بيكون مخبي سكينه جوه مقبض السيف وبيطعن بها جون، وبيحاول يستفزه وبيقول له ان هو بيقاتل احسن من اخته. فبيغضب جون جدا وبينزل عليه ضرب، وبيقدر انه يوقعه وبيخلص عليه. وبيروح لتيجو اللي بيكون لسه ما ماتش، واللي بيدي لجون مفتاح لخزنه في محطه القطر، وبيقول له ان هو هيلاقي هناك كشوفات باسماء الناس اللي بيشتغلوا مع هيرموتو. وبيقول له انه كان مضطر يشتغل معاه لانه كان محتاج الفلوس عشان يخرج اهله من الفقر اللي هم فيه. وبيطلب من جون انه يقتله بسبب اللي عمله. فجون بيسيب له مسدس وبيكون حاطط فيه رصاصه واحده بس، وبيسمع تيجو بعدها وهو بينتحر. وقوات الشرطه بتوصل اخيرا للمكان وبيحرروا البنات اللي كانوا مخطوفين، واللي منهم ماريا اخت كوكا. وجون بعدها بيروح عشان يزور سيندي واللي حالتها بدات تتحسن، لكن الدكتور بيقول له انها تحتاج شويه وقت عشان تقدر تمشي على رجليها. وبيروح جون بعدها عشان يقابل السفير ماني، واللي بيعرض عليه انه يشتغل مع الحكومه في السر. وجون بيرفض لكنه بيوافق بعد ما ماني بيوعده ان الحكومه هي اللي هتتكفل بكل مصاريف علاج سيندي. وماني بيديله ملف اول عمليه ليه واللي بيكون اسمها فالكون رايسنج. بس كده، لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لنا لايك وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش عشان يوصلك كل الافلام الجايه. والسلام.